خبز البطاطس الطري وحنعمله بالثوم والزعتر ونقول بسم الله. حبتين بطاطس مسلوقة بحجم وسط بنهرسها بكوب حليب حتى نحصل على قوام كريمي، كوب مي، ثلث كوب سكر، معلقة كبيرة خميرة، بياض بيضة، وبنضيف للصفار حليب ومعلقة خل وبنتركه على جنب. بنخلط المكونات، بنضيف 5 أكواب طحين متعددة الاستخدامات، عليهم رشة ملح وبنعجن. بنرش الطحين وبننزل عليه العجين، نص كوب زبدة بحرارة المطبخ وبنعجن حتى نحصل على عجينة طرية. رشة طحين حتى ما يلزق العجين بالغطا وبنتركها تتخمر، ورشة طحين حتى ما يلزق العجين بالقطاعة. بنقطع العجين اعملوه بالشكل اللي بتفضلوه. ولخبز البطاطس بالثوم والزعتر هرست الثوم، زعتر ناشف، زبدة، زيت زيتون. دهنت العجين بالخلطة وطويتها، شكلتها على شكل وردات، ممكن تعملوها بالشكل اللي بتفضلوه. بنرصها بالصينية وبنغطيها وبنتركها ترتاح. بندهن الخبزات بخلطة البيض والحليب والخل، وعلى فرن مسبق التسخين على أعلى درجة. وهيك خلصت وصفتنا، حصلنا على خبز طري ريحة وطعم بشهي. وصفة أتمنى تجربوها، وصحتين وألف عافية.